أنت بحاجة لأن تستريح قليلا، تستريح من الخوف، من القلق، من توقع الأسوأ، من عناء التفكير، من عشرات المعارك التي تخوضها بالتوازي. لن تمنحك الحياة أكثر مما كتب لك، ولن يمنع عنك أحد ما كتب عليك. فاهدأ، تصالح مع ابتلاءاتك التي لا تستطيع تغييرها. قد يبدو الكلام سهلا، ولكن الحقيقة أنه لا بديل. إما التصالح، وإما أن يمضي العمر دون أن تلتقط أنفاسك لتستشعر شيئا جميلا ولو للحظات، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. تعامل مع الحياة على أنها ليست دار راحة، ليست للسلام النفسي المطلق، ليست للطمأنينة التي لا يشوبها قلق، بل هي مجرد رحلة، لحظاتها تتبدل، أحوالها تتغير، قد تعصف فجأة وقد تحلو فترة، وفي كل أحوالها ستمضي. أنت بحاجة لوسادة يغفو عليها عقلك، ينفصل، يستكين، يمنحك لحظات من الهدنة لتكمل الطريق. نقلها لكم عبد العزيز خيري.